طب انت خدت اجرك كامل في الفيلم ده؟ منه لله اللي ما ادانيش بقيت اجري. لا لا لا، فاصل فاصل يا عم. لا لا ما يطلعش فاصل. ليه تطلع لا فاصل؟ لا 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 يا عم ليه تطلع فاصل؟ بنتكلم. لا اصل ده مش هقول اسم. انا داخل معاه فيلم اصلا. انت داخل معاه؟ انا داخل مش معاه هتاخد فلوس. يا لهوي. ايه الجديد اللي طلع زكريا؟ عيلة حاحة ده مسلسل. تمام. عملت انا فيلم اسمه حاحة وتفاحة لو سيادتك فاكره. ايوه عارفه طبعا. انت صعبان عليا في الحته دي. انا برضو يعني عارف لما يبقى ابويا يبقى شغال ومره واحده يطلع معاش. ابوك ايه بس؟ ما تمشيها اخويا الكبير. مش قصدي. لا انت بتخبط في نص الكلام كل هي فكره الصراحه، بس انت عارف بحب وائل الابراشي. بحب وائل الابراشي. يلا تولي وبلاش. مفيش نسكافيه ده. هاتوا له منديل يا جماعه. طب اقول لك حاجه، انا اجيب لك منديل اريحك انا من الموضوع ده عشان خاطر ابو اهو. ما بتغسلش وشك وبتعمل كده برضو كمان. انا معفن. يا لهوي. طبعا حضرتك نجم، ولما بتبقى داخل اي عمل بتلاقي التليفون متكسر. يا استاذ خدني معاك يا استاذ، وتلاقي ولادك دخلوا لك برضو الاوضه، يا بابا خدنا معاك. فاهم حاجات؟ فكل الناس بتتكلم معاك عايزين يبقوا معاك في الشغل. ففجاه طلعت زكريا كان في المستشفى وكان فلول ومحطوط عليك من كل حته. فلول؟ لا يا عم انا كنت في المستشفى قبل الفلول. قبل دي؟ ايوه يا عم. لا بعد انا فاهم. ايوه مبارك اللي عالجك صح، الرئيس المخلوع. هتفول عليا تاني؟ مش قصدي. لا يا ريس، بعد ما فيش. بعد ما فيش يا عم. ثواني طيب، ابتسم شويه يا استاذ. بتكلمني في العيا ابتسم؟ يعني انا اكلمك يعني في انت العيا. بتقول لي فتره وانت عيان اروح اعمل ايوه كده. يا لهوي. مين من صحابك وقف جنبك ومين نفض لك؟ نفض لي؟ يعني حلق لك. حلق لي؟ قصدي يعني ما اتكلمش معاك في التليفون ولا بعت لك اي حاجه ولا؟ يعني لما يبقى مذيع بيقول نفض لك وحلق لك تستنى الاجابه مني ايه؟ لا مش قصدي مين اللي شهيصني؟ لا اصل التنفيض والحلاقه دي يا مان دي دي المصطلحات بتاع البرنامج. فاهم قصدي ايه؟ الليله مع شيء والقصات والشعر اللي عامل كده. ايوه سبايكي بالظبط. فاهم؟ خليك فريش يا فوكس. ايوه فاهم قصدي ايه؟ يجوا يصوروا يعملوا كده. بالظبط يا مان. بالظبط حاجات تحفه يعني. بالظبط يا مان بالظبط. طلع زكريا سعيد حركات ده غنيت انت فيه. ما تيجي تسمعنا حته كده من اللي انت غنيتها. غنيت ايه يا ريس؟ غنيت اغنيه انت لو سالتك انت انت مصري. دي بتاعت نانسي عجرم. بتاعت نانسي عجرم. طب ما تسمعنا كده حته نانسي بقى والنبي. لا بس انا غنيتها بطريقتي مش بطريقه نانسي. ادينا بقى حته بقى عشان خاطر نانسي كده. حاضر. بحب نانسي قوي استاذ طلعت. يعني يلا. لو سألتك انت مصري قول لي ايه؟ انا مصري وابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري وسمار